السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين الغاليين حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير دايما. النهارده هنعمل الكفتة الحلوة دي. بصوا الصباع كده الكفتة طري، جوسي. بصوا بتضغطي عليه كده، شايفين السوائل اللي فيها، الدسم اللي فيها كده بيبان. طبعا انا كنت عاملة كمية صغيرة، بس انا هقول لكم على الفيديو شوفوه من الاول للاخر. انا عاملة كمية 2 كيلو بس. آه طبعا انا اللي سويتهم اللي حوالي نص كيلو. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، مستوية وطرية وحلوة وزي الفل. انا بقى هعمل ايه دلوقتي؟ اول حاجة هاخد كده بصلتين كبار وهقطعهم كده واضربهم في الكبة او تبشريهم، سواء ضربتيهم في الكبة سواء بشرتيهم. احنا هناخد البصل نعصره كويس، وهناخد مية البصل نركنها على جنب، وهناخد البصل نفسه نحطه على الكفتة. عندي هنا عندي 2 كيلو من اللحمة المفرومة. طبعا دي لحمة حمراء فنسبة الدسم فيها قليلة، مفروض ان اللحمة ما تكونش حمراء قوي، وكمان لو حمراء بنحط لها نسبة من الدسم او الدهون. حطينا دلوقتي؟ دوش او بوش اللي موجودين عندك، يعني سواء بوش سواء دوش، بتجيبيه من عند الجزار وبتخليه يفرمهولك كده. وبعدين بناخد 20% على الكيلو، يعني الكيلو عليه 20%، او 200 جرام من الدهون اللي هي بوش او دوش. طبعا انا عامله 2 كيلو فواخده 400 جرام. حطيت تاني؟ حطيت تفل البصل اللي انا عصرته، ضربته في الكبة عصرته، خدت مية البصل ركنتها على جنب، هنصبع بيها الكفتة. حطيت هنا البصل، وبعدين حطيت عندي هنا برغل. انا حاطه حوالي كده 200 جرام من البرغل، وهو يعني كوبايه برغل بكوبايه المج اللي انتوا شفتوها دي زي ما انتوا شايفين كده. وكنت غسلهم كويس ونقعاهم. وبعدين خدت لما طبعا الكوبايه باقي الكوبايتين لما شربت الميه ونفشت، عصرتها كويس قوي، ما بتخليش في البرغل ده ولا نقطه ميه، صفيه كويس قوي. حطيت كده كوبايتين البرغل على اللحمه والبصل والدوش او البوش. وهنحط بقى بعد كده؟ حط التوابل. حطيت معلقه فلفل اسود بمعلقه الاكل، حطيت معلقه من البابريكا المدخنه، حطيت تاني؟ رشه جوز الطيب بتديها طعم وبتودي الكفته كده في حته تانية. حطيت دول معلقتين من، اللهم صل على النبي، حطيت معلقتين من توابل الكفته. دي انا جايباها سايبه من عند العطار. لو عندك اللي هو الكيس الجاهز توابل الكفته حطيه، مش هيقول لا، وبرضه هيبقى يعني هيخلي الكفته طعمها حلو. سواء جايباها سايبه من العطار او باكو من الجاهز، هنحط كده باكو. وبعدين حطيت نص معلقه من البيكنج باودر، او الكربونات. انا حطيت نص معلقه من البيكنج باودر زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا حطيت نص معلقه، حطيت معلقه قصدي من الملح، بس ما تكتريش الملح عشان البهارات، سواء اللي هي بتاعه الكيس بهارات الكفته، سواء السايبه اللي من عند العطار او اللي بتجيبيها الباكو، بيبقى فيها ملح. فحاولي ان انت ما تكتريش الملح اللي بتحطيه. انا حاطه معلقه مش مليانه قوي. بصوا حبايب قلبي، بعد ما حطيت الحاجات على بعض كل المكونات، هرجع بقى ادعكهم في بعض كده، اقلبهم في بعض. وبعدين هجيب الكبة عشان اطحن اللهم صل على النبي، اطحن اللحمة مع الدوش مع البصل مع اللهم صل على النبي البرغل مع البهارات كده. وهنطحنها لما ننعمها. انا خدتها وشين، هتاخدي كده اول مرة تطحنيها، وبعدين تطحنيها كمان مرة. هنا انا بعمل اول مرة. نقول بقى احنا حطينا حطينا 2 كيلو لحمة مفرومة، عليه 400 جرام من الدوش او البوش اللي هي المادة الدهنية. لو تقدري تعملي كيلو هتحطي نص الكمية اللي انا عاملاها. انا عاملة 2 كيلو. حطيت بصلتين كبار كنت طحناهم او تبشريهم،
ونصفيهم، وهناخد نركن الميه بتاعتهم وناخد البشر. نزلتهم على اللحمه، وكنت نقع كوبايه برغل مغسوله حلو ومتنقيه ومتصفيه، تعصريها قوي. طبعا بعد ما البرغل لما بيتنقع بينفش وبيتضاعف، يعني الكوبايه بقت كوبايتين. خدت الكوبايتين كده على اللحمه والبصل اللهم صل على النبي والدوش. حطيت برضو توابل، حطيت ايه، معلقه بابريكا، معلقه فلفل اسود، معلقه نص معلقه ملح، حطيت رشه جوز الطيب ومعلقتين من بهارات الكفته. دعكتهم في بعض، وبعد كده ضربتهم في الكبه مرتين وشين عشان تنعم زي ما انتوا شفتوا كده، لحد ما تيجي تشد كده اللحمه، تقطعها كده تحس انها عامله انسجه. طبعا كده دخلتها التلاجة. الكميه اللي انتوا شفتوها دي انا ما كنتش هعملها كلها مره واحده. انا شلتها عملت لي كيس 2 كيلو وكيس 170 جرام. شفتوا بقى الكميه ادتني كميه كفته قد ايه. طبعا انا شلتهم في الفريزر وخليت ده 600 جرام اللي انا بصبعه ده، لان انا هعمل على قد نفرين، يعني احنا نفرين هناكل. فانا واخده 600 جرام اهو اللي انا بصبعهم دلوقتي. لكن بقيه الكفته انا شلتها في الفريزر. لو انت هتستخدمي الكميه كلها سواء كيلو 2 كيلو اي كميه، لو هتسويها في ساعتها تسيبيها مش اقل من ساعتين على رف التلاجة عشان تتشمع وتتسمغ، او ساعه في الفريزر عشان تعرفي تصبعيها ما تقعش منك على السيخ. طبعا انا كنت واخده 600 جرام دول من كميه الكفته، وحطيت الباقي في الفريزر. ودول حطيتهم كده في الفريزر حوالي نص ساعة وطلعتهم بصبعهم زي ما انت شايفة. لو عندك السياخ شوي صبعي عليها، ما عندكيش اعملي على الشيش، عيدان الشيش طاووق زي ما انا بعمل كده اهو. بتاخدي كل عيدين مع بعض عشان يتحملوا. وبنجيب طبعا دي ميه البصل اللي انا قلت لكم في الاول، لما طحنت البصل وعصرته خدت الميه دي، بقى الميه بتاعته حطيت عليها ايه، رشه بابريكا، وحطيت رشه فلفل اسود ورشه ملح، معلقتين زيت، قلبتهم مع بعض. وبناخد كده حته اللحمه وبتصبعيها وتضغطي زي ما انت شايفه، وتقسمي بصوابعك كده، تسمغيها حلو على عيدان الشيش طاووق. طبعا لما بتبلي ايدك من ميه البصل، ميه البصل بتديها طعم وبتديها طراوه، بتديها لون لما بتتشوي. طبعا كده كنت مولعه فرن البوتاجاز، دخلت ايه الشيش طاووق، عيدان الشيش طاووق كده اللي عليها الكفته، اللي صبعت عليها الكفته على الرف. ورحت بقى اعمل ايه، سلطه الطحينه. الطحينه دي حبايبي اللي انا عاملاها على القناه، تقدروا تشوفوها. بصوا بيضه ازاي ونضيفه وحلوه. وما عملتها كمان ما فصلتش مني، انا عاملاها داخله في 3 اسابيع اهو، ما كانتش فاصله خالص. يعني الزيت مش عايم على الوش والطحينه مرقده في الارض، لا كلها مزيج واحد. طبعا خدت منها معلقتين وحطيت عليهم، بتكوني غاليه ميه، بتحطي شويه ميه مغليه وتقلبي. بتفك الطحينه وبتكترها زي ما انت شايفه. تقومي تخفيها، عايزاها تتقل تاني تحطي شويه بسيط كده من الخل، هتتقل تقلبيها، تحطي تاني شويه ميه، يعني حاجه بسيطه كده من الميه عشان يعني ما تدلقهاش مره واحده، لحد ما توصلي لدرجه الطحينه للقوام اللي انت عايزاه. تحطي بقى شويه شطه وشويه كمون. نرجع بقى للكفته كده، راح حطيتها في الفرن 5 دقايق ورحت ايه مقلباها. كل 5 دقايق تقلبيها على الناحيه التانيه عشان تستوي كويس. هنا طبعا انا مولعه من تحت بس الرف ايه الوسطاني. بعد ما قلبتها اول تقليبه بعد 5 دقايق، كنت مولعه حته فحم على البوتاجاز من فوق، خدتها حطيتها كده على الصاجه تحت اللي هي مباشره فوق الشعله، وحطيت كده حته الفحم. طبعا اللحمه هتنزل من الدهون اللي فيها على الفحمه، هتعمل الدخنه اللي انتوا شايفينها دي، وهتطلع لك ريحه الشوي زي ما انت شايفه كده. ممكن كمان تحطي على الفحمه نقطه زيت او حته ملح، حته سمنه صغيره كده، وتقلبيها كل 5 دقايق لما تستوي وتاخد ايه وش حلو كده. هنا بقى بعد ما طلعتها، بصوا دي بقى 600 جرام اللي انا حشتهم من اللحمه لما شلتها في الفريزر. شايفين الصوابع طالعه عامله ازاي؟ الصباع بصوا انا جبت الرغيف كده، بحط عليه صباع الكفته، واحط عليه من سلطه الطحينه اللي انا عاملاها اهو زي ما انتوا شايفين.